السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اول مره نخرج في الكاميرا. مرحبا بكم ان شاء الله. اذا عجبكم المقطع والقناه المقطع هذا ان شاء الله والقناه اذا كانت عجبتكم ابونيو ان شاء الله، وباه يوصل المحتوى لاكبر عدد من المتابعين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كامل تستفادوا من هذا ان شاء الله كامل تستفادوا من الفيديو هذا. بالنسبه للطائره تاع مالي اللي دخلت للجزائر، عديد من الناس ما على بالهمش باللي تم انتهاك، يعني بعد الناس عرفت بعد ما صرحت وزارة الدفاع ولا كما نقولوا الدولة الجزائرية صرحت باللي طيارة 3 مرات هي تنتهك المجال الجوي تاع الجزائر. يعني الجزائر ما طيحتهاش من الضربة الأولى، يعني بعد ما انتهكوا المرة الأولى المجال الجوي والثانية الثالثة وباه طيحوا لهم الطيارة، ولا عذرتهم الجزائر كما نقولوا من حسنة العون من ناحية لربما كما نقولوا غلط في الملاحة الجوية، تحسن العون الجزائر شغل مش طول في أول مرة طيحت الطيارة حتى المرة الثالثة. وهذه المرة الثالثة طيارة دخلت وعاودت خرجت، لكن رجعت بسرعة قصوى بزاف وكانت مسلحة. أعوذ بالله من كلمة أنا واحد من الناس ما على باليش باللي هذه المرة الثالثة اللي تدخل فيها الطائرة المالية الأجواء الجزائرية ولا تنتهك الأجواء الجزائرية. يعني تعرف هنا باللي الدولة أو وزارة الدفاع تاعنا والدولة تاعنا متكتمة، وهذه نقطة إيجابية للجيش الوطني الشعبي وللدولة تاعنا. يعني وكان ما صرحتش الدولة باللي هذه المرة الثالثة تدخل فيها الطائرة الأجواء الجزائرية ما كناش راح نعرفه كشعب. يتسمى من هنا تعرف باللي الدولة الجزائرية ما تصرحش كلش. والنقطة الثانية أنه ما صرحتش بنوع الطيارة أو نوع الطائرة، مع أنه نعرفها هي الله أعلم من نوع أكينجي بيرقدار، وهي كما نقولوا طائرة يعني ما استهونش بها، مش طائرة يعني سهلة، ولا طائرة يعني تباع بملايين دولار، وهي طائرة تركية تبيع فيها لبعض الدول كما الخليج ونورمالمون هي اللي بعتها الدولة تاع مالي. طائرة ما تستهونش بها. في الفيديو هذا ان شاء الله نحاول نشاركوا معكم دوكا في الحين المقدرة نتاعها والحمولة تاعها، البنزين، السرعة تاعها القصوى. راح نشاركوا معكم الآن المعطيات والمعلومات الخاصة بأكينجي بيرقدار، الطائرة المسيرة التركية. أما عن نوع السلاح المصرح به، الجيش الوطني الشعبي ما صرحش على السلاح اللي طيح به أسقط به الطائرة المسيرة التركية. ومليحة نقطة إيجابية للجيش الوطني الشعبي والمؤسسة العسكرية هي عدم البوح بأسرار الجيش. برسكو جماعة يقول لك طيحوها بالاس 300، جماعة يقول لك بالاس 400. المعطيات تقول باللي ما هي لا اس 300 لا اس 400، مهم سلاح مجهول، لأنه الاس 300 والاس 400 مخدومة هي منظومة مخدومة للطائرات كما نقولوا النفاثة وطائرات العسكرية سريعة اللي سريعة بزاف، المدى تاع السرعة تاعها قوي بزاف. أما بالنسبة للمسيرة يعني في حدود تكون سرعتها في حدود 300 كيلومتر أو 350 كيلومتر إلى 400 كيلومتر. اس 300 لو كانت المنظومة تاع الاس 300 هي اللي ضربت هذه الطائرة المسيرة لكانت تنسفت كما نقولوا، ولات غبار. مادام طاحت الطائرة وبقاو المركبات تاعها الأجنحة والصواريخ، يعني بقى الهيكل تاعها لبس به، معناتها السلاح من نوع آخر، مش سلاح من نوع اللي مخدوم للطائرات النفاثة اللي تقاس سرعتهم بالماخ وهي سرعة الصوت. يعني الله يبارك المنظومة اللي عند الجيش الجزائري مخصصة لسرعات قصوى، يعني تفوت سرعة الصوت ربما ب10 مرات أو 12 مرة. يعني ما هيش سلاح اللي طيح به الدرون، يعني درون السرعة تاعها في حدود القصوى راح تكون يعني ما تفوتش 400 كيلومتر في الساعة. أما بخصوص الوقت يعني الله أعلم الوقت المحدد كان يعني ليلة عيد الفطر، يعني بحدود ما بين 12 ليلا إلى 1 ليلا تم إدخال هذا المسيرة. حطوا في بالهم باللي العسكر أو الجيش الوطني الشعبي الجزائري باللي عن غفلة، والحمد لله يعني على نعمة فطنة الجيش الوطني الشعبي. يعني دخلوا المسيرة هذه في فترة ما بين 12 ليلا إلى 1 ليلا. نتمنى إن شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم. حاولنا ما نطولوش عليكم بزاف في الفيديو. إذا عجبكم الفيديو خاوتي ما تنساوش ديروا لنا ابوني وديروا لنا لايك للفيديو، وتشاركوا الفيديو هذا لأكبر عدد من الناس معكم باه يستفادوا إن شاء الله. وحاولنا نكونوا خفاف عليكم في الفيديو هذا باه ما نطولش عليكم بزاف. وإن شاء الله راح يكون فيه مواضيع عديدة في السياسة ومختلف المجالات إن شاء الله بإذن الله اللي نعرفوها.
الامور اللي نعرفوها ان شاء الله نشاركوها مع خاوتنا. مشكورين بزاف ويعطيكم العافيه خاوتي، الى مقطع قادم ان شاء الله.